السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. صباح الفل والستر والصحة وراحة البال يا رب. جايلكم بطريقة النهاردة جامدة جدا. حطوا لايك وابدأوا معايا الفيديو يلا. حطيت 3 كوبايات مية دافية بالمج العادي، وحطيت عليها 3 معالق سكر وكيس خميرة و3 معالق لبن بودر. هنعمل ايه النهارده يا بنات؟ هنعمل حواوشي اسكندراني بس بعجينه قطنيه وهشه حلوه جدا، خفيفه وجميله جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك، اللي ما اشتركش يشترك، والكومنت القمر زيكم. تمام يا حبايبي. هنا مجهزه معايا الدقيق اللي كان معايا، يعني بصراحه انا مش عارفه كميته بالظبط، هو اللي كان موجود عندي يعني، بس هو بتاع كيلو ونص ازيد شويه، يعني ممكن 2 كيلو الا حاجه بسيطه كده يعني، يا اما كيلو ونص يا اما في الحدود دي يعني. تمام. عجنت معايا وبعد كده لو احتاج معايا ميه بحط، انا احتاج معايا نص مج على التلات كوبايات اللي حطيتها، احتاج معايا نص. تمام، نص كوبايه كمان. وبدأت بقى ان انا اعجن العجين بتاعي كويس جدا 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 لغايه ما تشوفوه بالملمس ده. جبت معايا كوبايه الا ربع زيت. تمام. إيه، كوبايه الا ربع زيت، ورحت رحت حطاها او اقل شويه كمان، يعني هي كوبايه الا ربع او اقل معلقه او ولا حاجه. وحطيتها وبدأت ان انا الم العجين بيها. تعجني كويس جدا، كل ما تعجني كويس يديكي نتيجة حلوة جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا بعد ما خمر، طبعا الجو حر الايام دي فما بياخدش وقت كتير، بيخمر على طول. بصوا، حاجة بسم الله ما شاء الله. هنا عاملة حشوة صدق. الصدق مش حاطة عليه غير مش حاطة عليه غير زيتون وجبنة، جبنة مبشورة. تمام، وفلفل، فلفل مقطعه صغير جدا. ودي حشوة اللحمة، حطيت عليها زيتون وبصل مبشور بس. وتبلتها طبعا. حشوة الصدق مش بتبلها زيادة لان الصدق اساسا بيبقى متبل. هنا قطعت العجينة بتاعتي. بصوا قطعتها كده ارغف متوسطة كده شوية. كل قطعة، شايفين القطعة دي انا هعمله نظام انا مش هعمل اللي هما 2 فوق بعض يعني رغيف مدور، لا انا هعمله اللي هو بيبقى يعني رغيف وبتنيه بالنص. ليه بقى؟ ليه هتقولوا لي كده؟ بعمله كده ليه؟ عشان بصراحة مع الولاد الصغيرين اللي بيبقى بالطريقة دي بيبقى احسن، لما بتقسم لهم الرغيف بعد كده يمسكوه بيبقوا كأنهم ماسكين ساندوتش. انما النوع التاني لما تيجي تقطعيه على 4 تربع بيقع معاهم من هنا ومن هنا بالنسبة للصغيرين يعني. فانا بحب الطريقة دي عشان كده. جبت معايا اول حاجة قطعتها، اول قطعة قطعتها، ورحت رحت فرداها، رشيت شوية دقيق خفيفة وفردتها. وحطيت الحشوة بتاعتي وبقفلها زي كده بالشوكة. تقفيلة الشوكة دي حلوة جدا يا بنات، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. وبعد كده بدي 3 تخريمات كده، عشان انا مش عايزاه اللي هو يقب قوي يعني، فاهمين؟ عايزاه كده كده هيبقى حلو يعني. هتفهموا قصدي وهتشوفوا بعد التسوية. بكمل باقي العجينة بتاعتي بنفس الطريقة. العجينة حلوة جدا وبصوا مرتاحة حلو، وحتى في الفرد مش متعبة، جميلة قوي قوي قوي. وممكن بقى تحطي اي حشوات، بس هي عامة احنا عندنا هنا في اسكندرية الحواوشي يا اما بتعمليه باللحمة يا اما بالصدق. تمام. وبيبقى خطير خطير خطير. نسيت اقول لكم، حشوه الصدوق اللي انا بحطها دي مقطعه فيها طماطم مكعبات صغننه، ومقطعه فلفل صغنن خالص، ومقطعه زيتون مخلي، وحط عليها جبنه تركي مبشوره، جبنه تركي مبشوره. هما في القاهره ما بيقولوش عليها جبنه تركي، بيقولوا عليها جبنه رومي. احنا هنا بنقول عليها جبنه تركي. تمام. مبشوره بحطها مع حشوه الصدوق. حشوه اللحمه ما بخترعش فيها، هي اللحمه وعليها بصلايه كده ولا حاجه على حسب مقدار اللحمه اللي انت هتعمليه، ببشرها. وقطعت عليها زيتون مخلي وحطيت لها توابل اللحمه بتاعتها. وطبعا ظبطت الملح في الاتنين. تمام. بحاول اخلي صاج، يعني الصاج بيشيل 3 على فكرة. ممكن الكاميرا مبيناه صغير بس ما شاء الله هو عامل يعني الواحد ما شاء الله حلو كبير، يعني انتي تاكلي الواحد تحسي ان انتي شبعتي اساسا. فالصاج ده كان شايل معايا 3 حواوشي، 3 ترغف يعني حواوشي. تمام. هنا طبعا بحشي حشوة اللحمة. انا الاول حشيت الصدوق، دلوقتي بحشي حشوة اللحمة. تمام. بنفس الطريقة، ما فيهوش اي تغيير. تمام. وبعد كده في الوقت ده انا كنت شغلت الفرن عشان تسخن. على ما اخلص
تكون ايه، تكون سخنت معايا وجاهزة على ايه. بتسخنيه على درجة كام؟ على درجة 200. انا بخليه على 200 تسخن وكده، عشان اول ما تدخل عليها المعجنات ما شاء الله بقت ترتفع وكده وتبان نتيجتها في الاول. هنا بدهن، عامله حاجه للدهان. ايه اللي انا بدهن بيه؟ عامله معلقه نسكافيه، حاطه معاها معلقه سكر وشويه ميه ودوبتهم كويس، بدهن بيها وش القرغف. والسيجونه اللي انا حاطه فيها دي مديها دهنه زيت خفيفه، وفوق منها، فوق الدهنه بتاعت النسكافيه بحط سمسم. تمام. بصوا هنا في الفرن، شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طلع حلوة جدا، اللون طالع خطير قوي. انا مش بحب احط بيض قوي يعني على المعجنات، فبالنسبه لي فكره النسكافيه، ما عندكيش نسكافيه لبن ادهني لبن، ما عندكيش لبن ادهني ميه وعليها معلقه سكر، برضو هتفي بالغرض يعني، كل ده حلو. بصوا هنا بعد السوا، دي حشوة الصدق، بس هو من كتر ما كان سخن انا والله فعلا ما كنتش قادرة امسكه. بصوا التسوية من فوق ومن تحت، حاجة بسم الله ما شاء الله. والعجينة هشة وطرية وجميلة جدا يعني. حتى الجزء اللي ممكن مثلا الحرف بتاعه ده اللي هو مفهوش مثلا حشوة، برضو طعمه حلو جدا وهيعجبكم قوي. بطلعه بغطيه بأي حاجة كده يعني، ما بيكملش، بأي قماشة كده أو فوطة نضيفة بغطيه ثواني. بصوا دي حشوة اللحمة. بصوا انا حبيت اوريكم العجينة عن قرب. بصوا ادي حشوة اللحمة من جوه. وطبعا ان انا بشرت البصل بيفرق قوي، بتحسي ان انتي بتاكلي لحمة بس كأني ما فيهاش بصل، مش بقطع البصل ببشره. وبصوا التسوية من تحت ومن فوق ما شاء الله زي بعض. طعمها والله العظيم خطير، جربوها ومش هتندموا. حلوة جدا جدا جدا، من احلى طرق الحواوشي الاسكندراني اللي ممكن تجربوها. بصوا شكلها جميل جدا جدا، وعامله زي السفنج بسم الله ما شاء الله. والعجينه طبعا ما فيهاش اي حاجه، هم شويه زيت، ميه، خميره والسكر ولبن بودره بس، ما حطيتش اي حاجه تانية. جهزت معاها ايه؟ بصوا جهزت معاها، كان عندي بطاطس من الصغننه دي، سلقتها وحمرتها قليتها، وطلعت جنبها مخلل وطبق خيار وطماطم. وهي الاكله دي مش عايزه اكتر من كده. حابه ان انتي تحطي شيبسي تمام مفيش مشكله، بس انا طبعا منع الشيبسي الفتره دي عشان تعب ولادي. بصوا انا حاولت اطلع لكم مش دي كميه، انا كان لسه في الفرن وكان طلعته، بس انا طلعت كده اصور معاكم الشكل النهائي. وقلت ايه انا مع نفسي بقى باقي الكميه ايه بطلعها. بسم الله ما شاء الله رمى معانا حلو قوي. بصوا الرغيف ما شاء الله كبير مش صغير. انتي عشان تروحي تجيبي حاجه زي دي من بره والله ما هتبقى بنفس الجوده، ومش هتبقى هشه ونضيفه وضامنه نظافتها كده، وطعمها يجنن. فانتي طبعا تعمليها في البيت بشويه دقيق، كيلو ونص دقيق، بصي ما شاء الله ملا بيتك كله خير. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. واشوفكم في فيديو جديد على خير، وما تنسوش اللايك والكومنت.